المناصب الأخرى. إيش قد ممكن هذا الوضوح يكون مفيد لأداء الحكومة المقبلة؟ يعني فيما يخص خلينا نعقب على مواصفات نجاح الزيدي كشاب يعني في الأربعينات من عمره، جاي من القطاع الخاص، من القطاع المصرفي، مدعوم، خلينا نقول يعني حظى بتأييد يعني عالمي أمريكي، وتقريبا نوعا ما بالمحيط الإقليمي والعربي. هذه مقومات للنجاح، وخاصة عليه أن يستثمر من يمتلك الاقتصاد العالمي والبوش الدفع العالمي. ما له شغله في دول الجوار، ما له شغله في المنطقة، يعني لا أتأثر في آرائهم. أنا أحافظ على الحياد وأنشط السياسة الخارجية وأشتغل اقتصاد، بما أنه أنت اقتصادي. هذا واحد. عندك عنصر نجاح كلش قوي أن تحظى بدعم الولايات المتحدة، وهذا ليس عيب ولا حرام في السياسة. أنا اليوم أريد أعبر في الأزمة، سيما ونحن النفط العراقي تتحكم بالولايات المتحدة عبر الشحنات الفيدرالي الأمريكي، لازم أشتغل وياها صح. وإذا اشتغلت على تحرير أموال النفط من أمريكا، بس هذا صعب جدا. هذا واحد. التحديات ربما ستكون في آلية التعامل، سيأخذ يا إما مواجهة مع السلاح أو الحلول الدبلوماسية. وأنا أشوف أنه المفروض يعني ينشط الحلول الدبلوماسية في تصفية السلاح الداخلي حتى ما يسبب لنا مشاكل مع أمريكا ومع السفارة الأمريكية. هذا نقاط أخرى، تحديات أخرى. الكتل داخل الإطار، والله الأكراد والسنة دائما هم يأخذون خلاص حصتهم ويصوتون على ما موجود، ولكن 190 نائب من الإطار التنسيقي، هل جميعهم سوف يجمعون على نجاح هذا الشاب ونجاح هذه الحكومة، أم أنهم مجرد أن تختلف المصالح ستنقلب الطاولة وينقلب العداء، مثل ما انقلب على الكاظمي وانقلب على السوداني أن ينقلبوا على الزيدي؟ وحقيقة هنا التحدي وهنا الخطورة. اي بس ليش تستثني القوى الكردية والسنية؟ يعني ما عنده حزب سياسي. ما هذا ايضا حصل مع بعض القوى الكردية والسنية ما عندهم مشكلة. يعني إذا أخفق الوزير هو يحاسبه، رئيس وزراء. ما يعني خلاص هم مرروا الحكومة، وإذا أخفقت الحكومة ممكن يستجوبوها بالبرلمان. ولكن يعني تقريبا 25 نائب كردي و80 نائب يعني المجلس السياسي السني، مو بحجم ثلثين من الإطار. لا تفهم يعني القوة وين؟ فعلا يعني الأخوة في الإطار التنسيقي يتحملون نجاح هذه الحكومة وفشلها. هذا ملقى على عاتق الإطار التنسيقي. أما بقية يعني المكونات هم داعمين وقدموا وزرائهم. يعني حتى لو تلكأوا أو صارت مشكلة ممكن نقدر نعالجها، لأنهم ما يمتلكون أغلبية في البرلمان، وما يمتلكون يعني حتى لو صاروا معارضة السنة والكرد. أستاذ نصير، أكو قاعدة بالعمل السياسي، الجميع